شيخ منصور، وإحنا نشاهد هذا المقطع عن الصلاة، نتحدث عن بلاد الأفراح، رأينا المعاق، رأينا كبير السن كيف يتوصل إلى المسجد بأن يتعلق بهذا الحبل، ورأينا من يصلي برجل واحدة، ورأينا الصلاة لا شك أنها أحد الأبواب الموصلة إلى بلاد الأفراح. والله يا شيخ راشد إن أثر في المقطع هذا ذكرني وأنا إمام مسجد بفضل الله سبحانه وتعالى في مدينة جدة، لنا جار أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. آمين آمين يا رب. والله يا شيخ راشد إن هذا الرجل عندما نتذكره فقط نعلم يعني تقصيرنا في أمر الصلاة. لماذا؟ لأن هذا الرجل سبحان الله كان من أهل الصف الأول، ورجل سبحان الله قد ابتلي يعني ملوحة في الرجل وأوجاع وكذا، فلا يستطيع أن يمشي برجله إلى المسجد، فكان من شدة حرصه للصلاة كان يستشرف الناس اللي رايحين للمسجد إذا كانوا أبنائه في عمل أو يعني كانوا في خدمة أهلهم كذا، كان إذا أتى وقت الصلاة وأبنائه مو موجودين في البيت يجلس عند الباب يستشرف الجيران إذا راحوا للمسجد يأخذوني، خذوني معكم للمسجد، حرصا على الصلاة، حرصا على الصلاة. سبحان الله أبو خالد ارتحل من هذه الدنيا، ولكن علمنا يعني تقصيرنا في أمر الصلاة وحقيقة حالنا في أمر الصلاة. فأنا أقول يا أخواني شايب لا يستطيع أن يمشي إلى المسجد، وهذا يعني مسارعة المسجد، لماذا؟ ما الذي وجد؟ والله وجد راحة في الدنيا قبل الآخرة. الآن والله إني أتذكر أبو خالد في الصف الأول وهو غير موجود في المسجد، ونحن نتذكر في هذا البرنامج الآن. أتذكر ونحن نتذكر في هذا البرنامج، والله إني أتذكر كرسيه غير معدي عن الموقف. سبحان الله، والله إني أتذكر كرسيه الآن. أبو خالد ذاق حلاوة وراحة في الدنيا، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أرحنا بها يا بلال. يا شيخ راشد، يا شيخ نايف والمشاهدين يسمعون، الله جل وعلا يقول والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يرثون الفردوس. بل الله سبحانه وتعالى يقول والذين هم على صلاتهم دائمون. تخيل أن شاب وشابة يسمع هذا الكلام ويتمنى أن يكون ممن مدحه الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه أنه مداوم على الصلاة. والذين هم على صلاتهم دائمون. بل الله سبحانه وتعالى يقول في نفس السورة بعد 6 أسطر والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. إذا أردت أن تكون من أهل الفردوس الأعلى عليك بالصلاة. إذا أردت أن تكون ممن مدحه الله عليك بالصلاة. إذا أردت أن يكرمك الله وأنت في الجنة فعليك بالصلاة.